السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن قصة الطفلة لوجي اللي عندها 2 و5 شهور واتقتلت على ايد جارتها بسبب الحلق اللي كانت لابساه. القصة بدأت يوم السبت اللي فات ويوم 21/6/2025 في إحدى قرى البدرشين. الساعة 4 العصر طلعت لوجي مع بنات خالها. كان بنت 3، واحدة عندها 10 سنين وواحدة عندها 4 سنين وواحدة عندها 5 سنين. معاهم فلوس وطلعوا للسوبر ماركت أو البقالة اللي على أول الشارع بتاعهم عشان يشتروا حاجة حلوة، العادي المتعارف عليه في الريف أو في القرى. بينزلوا الأطفال يلعبوا في الشارع، يروحوا يشتروا حاجة حلوة، لأن في الأرياف المفروض إن في أمان، كله عارف بعضه، الجيران عارفة بعضها، نسايب وقرايب. نزل ال4 بنات علشان يروحوا يشتروا من السوبر ماركت، وفعلا دخلوا السوبر ماركت اللي جنب مكتبة أم نور واشتروا الحاجة الحلوة. لكن البنت اللي عندها 10 سنين واختها اللي عندها 4 سنين أخدوا بعضهم وراحوا يشتروا بقسماط من مكان أبعد. وفضل مين؟ فضل لوجي معاها رحمة بنت خالها اللي عندها 5 سنين. فدخلوا مكتبة أم نور، ويقال إن أم نور هي اللي نادت على لوجي وقالت لها تعالي هديكي بالونة. المحصلة إن لوجي ورحمة دخلوا المكتبة. أم نور طلبت من رحمة إنها تملى لها الكوباية من الكولمن اللي جنب المكتبة عشان تشرب. رحمة خرجت بالكوباية، وكاميرات المراقبة هي اللي مبينة كل اللي أنا هحكي لك عليه ده. خرجت رحمة وملت لها فعلا الكوباية من الكولمن اللي جنب المكتبة ودخلت بالكوباية، لكن الكاميرات بينت إن أم نور خرجت دلقت المية اللي في الكوباية وقالت للبنت ده المية سخنة، أنا عايزة مية ساقعة أشرب. فطلبت أم نور من رحمة إنها تاخد الكوباية وتروح تملاها من الكولدير اللي يبعد عن المكتبة حوالي 80 متر، شارعين 3 كده، عشان تستفرد أم نور بلوجي. وفعلا رحمة يا عيني أخدت الكوباية وراحت تملاها لها من الكولدير. لوجي بقت مع أم نور لوحدها في المكتبة. أم نور عايزة تسرق الحلق اللي في ودن رحمة، وفعلا سرقت الحلق، قلعتها الحلق. طبعا لوجي عندها 2 و5 شهور، عارفة أم نور كويس لأنهم جيران وبتعرف تتكلم وعارفة بابا وعارفة ماما وأخوها، فالبنت مدركة. فأم نور خافت إن البنت تقر عليها. فشوف الغباء، يعني هي حرامية وغبية. عملت إيه؟ راحت واخدة البنت، وكان في جردل مية كبير في المكتبة، وراحت مغرقة لوجي في قلب الجردل. رجعت رحمة بكوباية المية ادتها لأم نور، وسألت أم نور قالت لها هي فين لوجي؟ قالت لها مش عارفة، ده كانت هنا ومشيت. فرحمة خرجت من المكتبة والكاميرات جايباها وهي بتبص جوه السوبر ماركت اللي جنب المكتبة عشان تشوف فيه لوجي موجودة ولا لأ. ما لقيتش لوجي. فراحت رحمة مروحة وقالت لهم لوجي مش لاقياها. أهل لوجي في البيت بيت عيلة، كانوا مشغولين بيرتبوا أساس أو حاجة زي كده وما ادوش خوانة، لأن البنت متعودة تلعب في الشارع عادي وترجع. لكن ما فيش 5 دقايق وأم لوجي أدركت إن كل أطفال العيلة موجودين حواليها إلا بنتها، فقالت لا ده في حاجة غلط. فطلعت هي وأخوها يدوروا على لوجي. طلعت أم لوجي وخال لوجي يدوروا على لوجي. يدوروا فين؟ في المكتبة، لأن آخر مكان كانت موجودة فيه لوجي المكتبة. راحوا لأم نور سألوها ما شفتيش لوجي؟ قالت لهم أنا شفتها فعلا، كانت هنا ومشيت. قعدوا يدوروا يمين وشمال ويخشوا السوبر ماركت ويسألوا الجيران، البنت ملهاش أي أثر. أم لوجي قلقت أكتر، اتصلت على جوزها وقالت له تعالى الحقني لوجي مش لاقياها. جه أبو لوجي وراحوا تاني لأم نور شفتي لوجي؟ قالت لهم كانت هنا ومشيت. المهم عملوا ايه؟ قعدوا يدوروا يمين وشمال مش لاقيين البنت، قالوا ندور في كاميرات المراقبة. كاميرات المراقبة كانت في كاميرات في السوبر ماركت اللي جنب المكتبة، وفي كاميرات في المسجد اللي قصاد المكتبة.
المكتبة والسوبر ماركت كانوا في أول الشارع اللي عايشة فيه لوجي. فلما راجعوا الكاميرات اللي في السوبر ماركت والكاميرات اللي في المسجد لقوا ان اخر مكان دخلته لوجي هو المكتبة وما خرجتش منه. اهل لوجي برضو ما ادوش خوانة، قالوا ان لوجي جسمها ضعيف، ممكن تكون خرجت من جنب المكتبة والكاميرات ما جابتهاش. ما ادوش خوانة لان ام نور جيرانهم من زمان ومناسبين بعض وقرايب وبيشكروا فيها. وبعد الحادثة برضو أهل لوجي بيشكروا في أم نور إنها إنسانة كويسة ومحترمة وأهلها ناس محترمين. شوف حضرتك المشكلة في حاجتين اتنين، يعني معظم الجرائم اللي انت بتسمع عنها من ناس طبيعية وناس محترمة، يا ريتهم كانوا مسجلين خطر كنا ناخد بالنا وناخد حرصنا، لكن للأسف بيبقوا ناس زينا، ناس طبيعيين وفجأة بينقلبوا ليه؟ بسبب سوء الأحوال الاقتصادية، بسبب أزمة اقتصادية تعرضوا لها. أنا مش ببرر، بس أنا بقول لك يعني في حاجة غريبة، الشخص ما بيبقاش مجرم بطبعه، بالعكس بيبقى إنسان محترم وسيرته كويسة بين الناس، وفجأة ده قتل مراته، وفجأة ده قتل بنته، ده مراته مش عارفة إيه، ناس طبيعيين وفجأة من الضغط النفسي وسوء الأحوال الاقتصادية والمادية الشخص بيتحول. ودي الخطورة هنا، الخطورة لأنك ما بتبقاش مدي خوانة للشخص اللي قدامك، بتتعامل بأمان. نرجع بقى تاني لأم لوجي وأبو لوجي، قعدوا يدوروا على بنتهم برضو مش مدين خوانة. قالوا يمكن البنت خرجت من المكتبة وما خدناش بالنا. قعدوا ينادوا في الميكروفونات ويدوروا على البنت ومش لاقيينها. في الوقت ده أم نور عملت إيه؟ قالت في نفسها إن المكتبة ما عادتش امان، ممكن يخشوا يدوروا هنا ولا هنا ويشوفوا جثة البنت. فراحت جايبه شنطه او شوال وحطت لوجي في قلب الشوال بعد ما غرقتها في الميه، وخدتها ولفتها كده. بيقولوا ان ام نور دي تخينه سمينه جدا ولابسه خمار، ان هي لفت البنت كده في الشوال او لفتها في الشنطه وراحت حطها تحت باطها كده، وراحت قافله باب المكتبه الازاز وخدت المفتاح، وهي مروحه على بيتها عدت لقت مين؟ الستات بقى قاعدين في الشارع، ام لوجي ومراتات خالها ومراتات اخوالها ومراتات عمامها قاعدين يدوروا على البنت، وتقول لهم انتوا لسه ما لقيتوهاش، ربنا يعطركم فيها، ما تقلقوش، ده زمانها كانت بتلعب هنا ولا هنا وراجعه. شوف الجبروت، وهي شايله جثه البنت وواخداها ومروحه بها على البيت. المهم لفوا وداروا وبرضه مش لاقيين البنت، كل ما يدوروا في مكان بره المكتبه ما يوصلوش لحاجه، فقالوا احنا عايزين ندور جوه المكتبه. فلما بعتوا لام نور ان هم عايزين يدوروا على البنت جوه المكتبه، حماها ما كانش موافق، حما ام نور، وانتوا ازاي وانتوا بتتهمونا واحنا هنعمل ايه في البنت؟ انتوا احنا قتلناها ولا ذبحناها؟ انتوا بتتكلموا ازاي؟ وحماها حما ام نور كان متعصب قوي. المهم ان ام نور راحت باعته مفتاح المكتبه لمين؟ لاهل لوجي مع عيل من البيت عندها، يعني ما كلفتش خاطرها انها تنزل، وطبعا مدياله المفتاح وهي قلبها جامد، ما هي واخده جثه البنت معاها في البيت. والعيل ده فتح لهم المكتبه ودخلوا دوروا على البنت هنا وهناك مش لاقيينها. اعمام لوجي واخوالها قالوا ندور في بيوتنا، يمكن البنت روحت ونامت تحت سرير ولا نامت في بيت حد ولا دخلت من غير ما نحس، ودوروا برضو مش لاقيين البنت. قالوا ندور فين؟ في بيت ام نور. حماها حلف 100 يمين ان هم ما يخشوش البيت ويدوروا، مع ان في ازمه زي دي يا جماعه الكل بيدور، كل واحد بيرجع لبيته ويدور يكون البنت دخلت هنا ولا هنا. انا مش عارفه ليه حماها كان مصر ان هم ما يفتشوش البيت عنده، مع ان ده اجراء عادي جدا الجيران بتعمله لبعضها، يدوروا على البنت المفقوده دي اللي مش لاقيينها. المهم حصل خلاف كبير بين حما ام نور واهل لوجي، واهل لوجي كانوا بيلموا نفسهم، هم عايزين ما يفتحوش جبهه جديده، هم في ايه ولا في ايه، هم بيدوروا على البنت. المهم لما غلبوا وما لقيوش البنت قرروا يبلغوا الشرطه. لما راحوا للشرطه عشان يبلغوا عن ان البنت اختفت، الشرطه طبعا ما بتسجلش الاختفاء الا بعد 24 ساعه. فعملوا ايه؟ اتصلوا بالنجده.
جت النجدة على حوالي الساعة 9:30، يا دوب الناس صلت العشاء وطلعت من الجامع لقوا النجدة موجودة. قعدوا يدوروا على لوجي برضو في الشوارع ويسألوا الجيران، مفيش أي أثر للوجي. قرروا يفرغوا كاميرات المراقبة، ولما فرغوا كاميرات المراقبة لقوا آخر مكان تواجدت فيه لوجي كان مكتبة أم نور. بعتوا لأم نور يسألوها. كانت أم نور طبعا عاملة حسابها، عملت إيه في جثة البنت؟ رمت جثة البنت بالشنطة أو بالشوال اللي كانت فيه، رمتها من الدور الثاني اللي هي عايشة فيه أو الدور الثالث، رمتها ورا البيت أرض زراعية. بعتت النجدة لأم نور، نزلت أم نور قابلتهم فين؟ في المكتبة. الساعة كانت حوالي 10، قعدوا يحققوا معاها جوه المكتبة ويسألوها عن البنت. خلال الفترة دي الأهالي ما زالوا بره وبيدوروا على لوجي، وبرضو مش قادرين يوصلوا لها. في ناس قالت لهم انتوا ليه شاكين في أم نور؟ ده انتوا جيران، انتوا ليه بتعملوا كده؟ دوروا على البنت تكون وقعت في المصرف ولا وقعت في بلاعة. والناس مش مقتنعة ان أم نور ممكن تعمل في البنت حاجة، لأنها معروفة بأخلاقها العالية وإنها بنت ناس طيبين. المهم طلعت أم نور من المكتبة وأخدتها النجدة معاها على الاسم. وبرضو أهل لوجي في المنطقة ما زالوا بيدوروا على البنت. أهل لوجي من جواهم كانوا مقتنعين ان البنت جرالها حاجة. مش معقول البنت تبقى مختفية اختفاء طبيعي وما تظهرش من الساعة 4 لحد الساعة 11 بالليل. قالوا اكيد بنتنا جرالها حاجة. المهم قعدوا يدوروا يمين وشمال، وفي ناس قالت يمكن أم نور رمت البنت من البيت عندها، تعالوا ما ندور ورا البيت تكون اتخلصت من البنت، ولما شافتنا كلنا موجودين وقافلين الشارع تكون خافت تطلع بالبنت فتخلصت منها انها رمتها من فوق من البيت عندها. وفعلا لما راحوا لقوا جثة لوجي موجودة ورا بيت أم نور. جثة البنت الصغيرة مرمية بقالها 3-4 ساعات، بقها مليان نمل، بقول لك مرمية في أرض زراعية. تخيل بقى الأرض الزراعية فيها إيه؟ فيها نمل وفيها صراصير وفيها كلاب حوالي 70-80 كلب. يعني أهل القرية بيعانوا من الكلاب اللي موجودة. الكلاب دي كلوا حمار، بيحكي عم لوجي وبيقول كلوا حمار صاحي تاني يوم ما لقناهوش. تخيلوا لو كانوا اتأخروا على انهم يلاقوا جثة لوجي ما كانوش هيلاقوا لها اي اثر. لقوا بق البنت مليان نمل ومليان دبان وجسمها كله ازرق وعليه كدمات. الاهالي هم اللي لقوا البنت. واحد من الاهالي لقى البنت ولما لقاها فرح وجري وقال انا لقيت لوجي، ولوجي كويسة سليمة. ابو لوجي كان بقالوش اسبوعين جاي من الحج، كان بيقول يا رب الاقي بنتي حية او ميتة بس الاقيها. فالناس كلها جريوا على الراجل اللي لقى لوجي ومتخيلين ان البنت كويسة وطلعوا بيها على المستشفى. لكن الدكتور في المستشفى قال لهم البنت خلاص، البنت ماتت بقالها كام ساعة ومحدش يقرب من الجثة، سيبوها لحد ما الشرطة تيجي. ولما ام نور عرفت ان هم لقوا جثة لوجي ورا بيتها اعترفت ان هي اللي قتلت البنت عشان الحلق لوجي البنت الصغيرة ده. كام جرام يعني؟ جرام؟ اقل من جرام هيجيب لك كام؟ 5-6 آلاف جنيه. تدمري حياتك وحياة طفلة وحياة اولادك وحياتك الاسرية علشان 5-6 آلاف جنيه. 5-6 آلاف جنيه دمرتي عيلتين، دمرتي اسرتين. يعني انت حرامية وغبية، حرامية وغبية. وهي مقبوض عليها إلى الآن وبيتحقق معاها واعترفت بكل اللي هي عملته. عايزة أقول لكم بقى نصيحة. طبعا من المتعارف عليه عندنا إن أي واحدة بتخلف بنوتة بتلاقي بقى الهدايا جاية لها، مبسوطين إنها بنوتة، اللي يجيب لها حلق هدية واللي يجيب لها خاتم هدية واللي يجيب لها سلسلة هدية، فكانت بتبقى فرحة. لكن خدي بالك الحلق الذهب اللي بتلبسيه لبنتك، وفي ناس بتجيب حلق تلبسه للبنت عشان مثلا البنت نازله مثلا قرعه لسه شعرها ما كبرش تميزها عن الولد. الحلق اللي انت بتلبسيه لبنتك ممكن يبقى السبب في قتلها. انا لما خلفت بنتي دلوقتي عندها 7 سنين ونص،
كل اللي حواليا اخواتي وماما هاتلها حلق ذهب هاتلها حلق ذهب، انا عمري ما لبست بنت حلق ذهب لان كنت ببص لبعيد. انا كنت عايشه في الريف قبل ما اتنقل هنا في القاهره، وعارفه يعني ايه الحياه في الريف. يعني بنتي ممكن تروح لبيت خالها في نفس الشارع، تروح تجيب حاجه حلوه من على البقاله اللي في اول الشارع، فممكن اي حد يخطفها علشان الحلق اللي في ودنها. استحاله كنت اجيب لها حلق، وما زلت مش ملبساها حلق ذهب، ملبساها حلق تيتانيوم، مش فضه كمان. جبت لها الفضه وما مشيش مع ودنها، تيتانيوم، حلق تيتانيوم وخلاص. واللي خلاني البسها واخرم لها علشان ما تكبر ما تخرمش وتحس تتعب من الخرم. لكن اكتشفت بعد كده ان البنات بتخرم اكتر من خرم في ودنها وتركب 100 حلق. فبصي راعي الحاجات دي، خدي بالك ما تلبسيش بنتك حلق ذهب ولا ذهب صيني حتى يفتكروا ان هو ذهب حقيقي، حلق فضه او حلق تيتانيوم لو انت مصره ان انت تلبسيها حلق. الحياه ما عادش فيها امان، خدوا بالكم من ولادكم. طفله صغيره حلق ما يجيش ب5 6000 جنيه كان السبب في قتلها. ربنا يرحمك يا رحمه ويصبر اهلك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.